باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم. بنكمل رحله العائله المقدسه الى ارض مصر. احنا وصلنا لحد دلوقتي الى القاهره. احنا هندخل بقى وسط القاهره، ابتدت تمشي. احنا قلنا يمكن في البدايه في المقدمه رحله العائله المقدسه كان الهدف ليهم او المقصد مصر القديمه. احد اقارب القديس يوسف النجار والعذراء مريم كان موجود في مصر القديمه، او كان في جاليه كبيره يهوديه يعرفوا يسكنوا ويقعدوا فيها. فكل ده بيمروا على البلاد، والتنقلات الكتيرة نتيجة انه كانوا بيطردوهم من مكان لمكان. كل الاوثان بتسقط كلما دخلوا مدينة، كل العبادات الوثنية بتنتهي. احنا دلوقتي هنتكلم على وسط القاهرة في مكانين: كنيسة العذراء حارة زويلة، كنيسة أثرية مرت بها العائلة المقدسة، وبرضو منطقة الإزبكية أو اللي فيها كنيسة المرقصية الكبرى الموجودة في الإزبكية حاليا في وسط البلد. أول حاجة كنيسة العذراء حارة زويلة، كنيسة أثرية جميلة في حارة زويلة على اسم العذراء مريم، اتبنت في القرن الرابع الميلادي. ظلت مقر لكرسي البابا بعد كنيسة أبي سيفين الأثرية في مصر القديمة. اتنقلت من أبو سفين إلى كنيسة العذراء حارة زويلة، واللي نقل الكرسي بتاعه البابا يوحنا الثامن، البابا رقم 80. هو ده اللي نقل الكرسي، كان سنة 1385 ميلادية، وفضلت موجودة كمقر لكرسي البابا حارة زويلة حتى عام 1675 ميلادية، أيام البابا متاوس الرابع، البابا رقم 102. يعني من البابا رقم 80 إلى البابا 102 يعني 23 بطرك كان مقر البابوي فيها في كنيسة العذراء حارة زويلة. كنيسة العذراء حارة زويلة كنيسة أثرية فيها 4 مذابح وحامل أيقونات قديم بيرجع إلى القرن ال11 وال12 في عصر الدولة الفاطمية. موجود فيها جسد شهيد اسمه الشهيد صليب الجديد، استشهاده بنحتفل بيه يوم 3 كياك سنة 1513 ميلادية، يعني مش في عصر الاستشهاد بس، 1513 ميلادية. في كنيسة ملحقة بكنيسة العذراء حارة زويلة باسم كنيسة مارجرجس، موجودة في الدور الثاني، فيها 4 مذابح طبعا والجناحين وصحن الكنيسة. في كنيسة ثالثة برضو ملحقة بكنيسة العذراء حارة زويلة من الجهة البحرية باسم الشهيد أبو سفين، ودي اللي أسسها المعلم إبراهيم الجوهري، وليها قصة كده جميلة في إنشاء كنيسة أو إضافة كنيسة أبو سفين أيام المعلم إبراهيم الجوهري. معروف إن المعلم إبراهيم الجوهري بيحب الكنايس، وكان بيصلي في كنيسة العذراء حارة زويلة. أبونا وقتها طول شوية في القداس، فكلم واحد شماس خلي أبونا يخلص القداس علشان المعلم إبراهيم عنده الديوان وعنده الشغل. أبونا كان يعني اتعصب شوية وقال لو المعلم إبراهيم عايز يروح الشغل يبقى يبني كنيسة لنفسه تبقى بتاعته. ما زعلش المعلم إبراهيم الجوهري، كان إنسان بسيط جدا وحس إن ده صوت ربنا، فابتدى يلحق عمل أضاف كنيسة الشهيد أبو سفين، وكان بيحب الشهيد أبو سفين بالجهة البحرية. حس إن ده صوت ربنا، ابني كنيسة لنفسك، فهو بنى كنيسة الشهيد أبو سفين. قصة جميلة طبعا. في ديرين ملحقين بكنيسة العذراء حارة زويلة، دير العذراء للراهبات جددها البابا مرقس رقم 101، والبابا كيرلس الخامس ده برضو جددها، وبعدين في عصر البابا شنودة الثالث برضو جددها آخر مرة. فيها أيقونة اسمها أيقونة العجائب للعذراء مريم، ومشهورة بشفاء الأمراض في دير العذراء مريم في حارة زويلة. في دير تاني مرجرجس للراهبات بترجع ما قبل القرن 13. الأديرة دي أثرية، يوجد فيها جسد القديسة إفروسينا، ودي كانت رئيسة الدير، كانت راهبة الأول، بقت رئيسة الدير في القرن ال13، تنيحت 1308 يعني أوائل القرن ال14. كان في جزء من دير مارجرجس ده كان هو مقر للبطرك. احنا قلنا 23 بطرك في العذراء حارة زويلة، لكن جزء من الأرض بتاعت الدير كانت مقر للبطرك. لكن لما انتقلت إلى العذراء حارة الروم انضم الجزء ده هو بقى تبع الدير بعد ما كان مكان لكرسي البابا. انتقلت العائلة المقدسة من حارة زويلة وراحوا لكنيسة المرقصية الكبرى بالإزبكية، وده الكرسي البطريركي اللي بعد حارة الروم. احنا قلنا أبو سفين وبعدين حارة زويلة، وبعد حارة زويلة حارة الروم. بعد حارة الروم انتقلت إلى المرقصية القديمة، وفيها مقرات لأديرة كتيرة حاليا، يعني دير السوريان موجود فيه العزبوية، الأنبا أنطونيوس له مقر، دير الأنبا بولا له مقر، دير الأنبا بشوي له مقر، دير الأنبا صمويل معترف ليه مقر هناك،
وبعض الأديرة الكتيرة يمكن دول اللي بنذكرهم أو اللي فاكرينهم. زارتها العائلة المقدسة المنطقة، وخصوصا منطقة العزباوية اللي هي منطقة دير السريان العامر. فيها أيقونة شهيرة بالمعجزات خاصة بالعذراء مريم، هي حملة طفل يسوع على إيديها. كل بيروح طبعا أيقونة أثرية بيتشفع بأيقونة العذراء بإيمان، والعذراء فعلا بتعمل معجزات. أماكن فيها روحانية فعلا، بروح في كل مكان. يعني لما بقول 23 بترك في حارة زويلة، وفي مدفن في حارة زويلة، وبرضو في المرقسية القديمة فيها مدفن للبطاركة ومدفون فيها الأنبا سربامون أبو طرحة أسقف المنوفية القديس. دول مدفونين فيها. لما بقعد افتكر القديسين دول باركوا الاماكن دي بصلواتهم، وقبليهم باركتها العائله المقدسه في زيارتها لارض مصر. طوباك يا مصر، طوباكم يا كل شعب المسيحيين اللي في مصر اللي تباركوا من الاماكن دهيت اللي تباركتها العائله المقدسه. فعلا مبارك شعبي مصر، لإلهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.